السلام عليكم مشاهدي الكرام، جمعة مباركة للجميع بإذن الله تعالى. اليوم غنشارك معكم معشوقة الجماهير اللي هي التورتيه في الفران، ناشفة ولذيذة بمكونات جدا بسيطة. فخليكم معايا ندوز نشوفوا المقادير وطريقة تحضير هاد التورتيه. ففي المقادير فأنا خديت هنا كمية من البطاطا اللي سلقتها هكا مع أوراق الرند، واحد الفص ديال الثوم، الملح والقليل جدا من الزيت ولا الزبدة. غنحتاج معاه واحد الكميه من الحليب اللي غنمعس فيه هاد البطاطا، كميه من المايس، كميه من الطون بالزيت، فروماج حمر، واحد البصيله صغيره مقطعه كمربعات صغيره، جوج بيضات وخليط من القزبر والمعدنوس. ومن بعد غادي نجمع هاد الخليط بالدقيق، لا شابلور وجوج بيضات. غنحتاج المطرد، الفلفل الاحمر، الابزار والملح. وبالنسبه للطريقه، فاول حاجه غادي ندير غناخذ هاد البطاطا، نحيد ديك الوريقات ديال الرند والفص ديال الثوم، غادي نمعسها هكا بفورشيط ونضيف لها الحليب حتى نحصل على واحد الخليط اللي خفيف شويه، يعني ما تخليوهاش هكا قاصحه وناشفه. صافي غادي نضيف لها هاد البصيله اللي عندي، القزبر والمعدنوس، كميه من المايس، كميه من الطون بالزيت طبعا مصفيه منه الزيت، فروماج حمر، جوج بيضات، الملح يعني جميع المكونات اللي عندي، الابزار، الفلفل الاحمر والموطد اللي ممكن نعوضوه بالصلصه الحاره. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الزيت وغادي نحاول نخلط الكل مزيان حتى يندمجوا لي المكونات اللي ضفت كامله، يعني على هذا الشكل. صافي فانا هنا خديت لاطه لبستها بورق الطبخ، دهنت يدي بالقليل من الزيت وغادي ندير كويرات يعني الحجم اللي بغيتيو. صافي ومن بعد ما كنسالي انا كنغطيها، يعني ممكن نغطيوها غير بالبلاستيك، وغادي نديرها في الثلاجه حتى تنشف معايا مزيان، على الاقل واحد الساعتين. صافي ومن بعد كناخذها كنمرر اول مره في الدقيق، من بعد في البيض، ومن بعد في لا شابلور. فكما كتشوفوا انا خديت جوج الانواع ديال لا شابلور، العاديه واللي منسمه، يعني بنفس الطريقه حتى كنسالي. فكتجي على هذا الشكل، يعني لا شابلور اللي منسمه كتجي بصراحه لا في الشكل ولا في المذاق احسن. صافي وغادي ندخلها الفران طيب على 180 درجه، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما وجدت معايا. فانا كنقدمها هكا بصلصه الكيتشوب، فكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في تعليقاتكم.